ماكس طفل اتولد جميل جدا لدرجة ان اي حد بيشوف وشه بيموت في الحال بسكتة قلبية، ولدرجة انهم اضطروا يغطوا وشه بالشاش دايما. وبتبدأ قصة فيلمنا النهاردة مع ماكس وهو عند دكتور نفسي وبيحكي له الحكاية، وانه من اول ما اتولد كل اللي بيشوف وشه بيموت من اول لحظة، لدرجة ان الدكتور والممرضات اللي ولدوه ماتوا في الحال، وان الوحيدين اللي بيشوفوا وشه وما بيحصلهمش حاجة هم ابوه وامه. بس الدكتور مش بيصدقه، بيفتكر ان دي حكاية ماكس اخترعها، لحد اهل ماكس ما بيسمعوا صوت هبد عالي، ولما بيدخلوا بيلاقوا الدكتور جات له سكتة قلبية ومات. وماكس ليه صاحب اسمه دان، ودان ده صديقه الوحيد. وفي يوم بيكون ماكس في المستشفى وكل الموجودين بيبصوا له باستغراب عشان الشاش اللي على وشه، وهناك بيقابل ماكس بنت اسمها أليكس، وبيستلف منها المجلة اللي معاها علشان يغطي بيها وشه. وبعد كده بيجيله داني البيت وبيقول له انه ظبط له ميعاد مع بنت، وبيقابل ماكس البنت وبيديها منديل مكتوب عليه اسمها. بس بيقابل هناك واحد اسمه كارل بيغلس عليه وبيبوظ له الخروجه. وبعدها بيقرر ماكس انه ينتحر وبيروح على كوبري عالي علشان يرمي نفسه من عليه. وبتجيله أليكس وبتقول له ان الكوبري ده مش عالي كفايه، وانه لو عايز يموت لازم يدور على اي حاجه اعلى من كده علشان يموت بسرعه. واليكس بتكون متاكده ان ماكس مش هينتحر، وانه هيموت راجل عجوز في سريره. وبتاخد أليكس ماكس معاها وبتروح بيه دار مسنين وبيقضوا اليوم هناك. وبعدها بتوصل أليكس ماكس لبيته من غير ما ياخد منها ميعاد تاني. وبعدها بيحكي ماكس لصديقه دان عن أليكس، وبيقول له دان انه لازم يحاول يقابلها عند محطة الأتوبيس اللي بتركب منها. وفعلا بيروح ماكس يستناها هناك وبيقابلها وبيتفقوا انهم يخرجوا مع بعض. وبيبقى أليكس وماكس أصحاب وبيخرجوا دايما مع بعض. وبتطلع إن أليكس كانت عارفة حكاية ماكس وعارفة حكايته. وبيعرف ماكس إن أليكس قلبها تعبان، وإنها ماشية بجهاز لمراقبة وتنظيم القلب، وإن عندها لمبة بتنور في حالة الخطر وإجهاد القلب. وفي يوم بتروح أليكس بيت ماكس وبتدخل أوضته وبتشوف كل الحاجات اللي مخيطها ومعلقها على الحيطة، وبتطلب منه إنه يعمل لها واحدة زيهم. وبيدخل عليهم أهل ماكس ومعاهم بنت اسمها أنجلي هتعيش معاهم في البيت تبع برنامج التبادل الطلابي لحد دراستها ما تخلص. وفي يوم بتتعب أليكس وبتخبي على ماكس لما بيتصل بيها علشان يخرج معاها، وبتقول له إنها مع أمها ومش فاضية، وما بتقولوش إنها في المستشفى. وبترمي أنجلي سيجارة وبتولع في شجرة عند البيت وبتتحرق إيد ماكس وهو بيحاول يطفيها. وبياخدوا صديقه دان على المستشفى، وهناك بيلاقي أليكس مع أمها، وبتعامله أليكس وحش لأنها مش معرفة أمها حاجة، لأنها بتخاف عليها. وبعدها بتختفي أليكس شوية عن ماكس، فبيقرر إنه يروح لها البيت وبيلاقيها تعبانة ولمبة الخطر بتاعت قلبها دايما منورة. وبيعرف ماكس إن هو السبب لأنه خلاها تبذل مجهود كتير وتخرج دايما معاه. وبتطلب أليكس من ماكس إنه ياخدها حفلة رقص، وفعلا بيوديها. وهناك بيقابل كارل الصديق الرخم وبيلاقيه بيتخانق مع صديقته، وبيخلع كارل قناع ماكس بالعافية من على وشه قدام صديقته اللي أول ما بتشوف وش ماكس بتموت. وتاني يوم بتكون أليكس تعبانة في المستشفى، وبيروح لها ماكس ويشوف الأدوية بتاعتها، وبيلاحظ إنها بتاخد أدوية تانية ملهاش علاقة بتعبها، فبيعرف إنها مش عايزة تاخد الدواء بتاعها وعايزة تموت. وبيرجع ماكس بيته وهو متأثر جدا وبيحاول إنه يدمر وشه، لكن أبوه وأمه بيمنعوه. وبعدها بيجي دان لماكس وبيعاتبه إنه مش بيسأل عن أليكس، وإنه بعد عنها، وإنه ما ينفعش يسيبها في الوقت ده. وبيروح ماكس لأليكس وبياخد معاه كل الرسومات اللي كانت متعلقة في أوضته، وبيديها واحدة منهم هو اللي عملها لها. وبتطلب أليكس من ماكس إنها تشوف وشه، فبيخليها تغمض عينيها وبيشيل الشاش من على وشه وبينام جنبها على السرير. وبتفتح أليكس عينيها وبتشوف وش ماكس، والغريبة إن ما بيحصلهاش حاجة ومش بتموت. لكن في الوقت ده بتكون أليكس تعبانة جدا، وبيفضل ماكس جنبها طول الوقت لحد ما بتموت أليكس. وبعدها اشتهرت قصة ماكس في المدينة، في الأخبار وبين الناس اللي اتقسمت نصين ما بين مصدق ومش مصدق. وتعلم ماكس إن شكله مش بيموت كل الناس، بدليل إن أليكس ما ماتتش لما شافته لأنها كانت بتحبه من قلبها. وبيروح بعدها كارل لماكس البيت علشان يعتذر له، وبيفتح له ماكس من غير ما ياخد باله وناسي يغطي وشه، وبيشوفه كارل بتجيله سكتة قلبية ويموت في الحال. وبكده بتنتهي قصة فيلمنا. لو عجبك الفيلم دوس لايك واشترك في القناة.